لو عندك خوف من حاجة اعمله وانت خايف. كل واحد فينا عنده حاجة بتخوفه في الدنيا. ايه اكتر حاجة بتخوفك في الدنيا وازاي بتتغلب على الخوف ده؟ في ناس بتخاف من الضلمة، في ناس بتخاف من المرتفعات، في ناس بتخاف من الكباري، بس دايما في اغلب الاحيان ما بنشتغلش عليها. جالي حاجة اسمها برين فوج، وبيحصل فعلا من تأثير الكيموثيرابي، وبيسبب حاجة كده تخلي الواحد يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها في العادي. الموضوع جه معايا بالخوف من الهاي واي والخوف من الكباري. خدت كورسز تساعدني لان المواضيع دي كانت مضايقاني جدا، مش عارفه اسوق، مش عارفه اطلع على الهاي واي. الناس بتتجنب الحاجه اللي هي خايفه منها. اللي خلاني اتكلم النهارده في الموضوع ده، حصل مطره جامده جدا، يعني يكاد يكون فيضان، فالكهرباء انقطعت عن كل تورونتو والمبنى ضلم. فابتديت اشوف الناس قد ايه مرعوبين وبيجروا وبيزقوا بعض وبيتدافعوا، ودي حاجه فعلا كانت مرعبه. لما نجحت ان انا اطلع من المبنى ووصلت لمحطه السبواي، وكانت الدنيا ضلمه في الاندر جراوند، وكل الشاشات الديسبلاي كانت مظلمه، وكل كانت بطاريه موبايلي بتخلص. لما نجحنا ان احنا نركب القطر والناس كلها كانت بتتدافع، غمضت عيني ونمت وقعدت افكر في حاجات تانية. الثيرابي الوحيده اللي ممتازه ومتجربه هي ان احنا نجرب نعمل الحاجات اللي احنا بنخاف منها كل يوم على سبيل التمرين لفترة قصيرة، علشان لما تحصل لنا فجأة ما نتخضش، ما نعطلش، ما نهنكش، ما نترعبش. الخوف هيقل يوم بعد يوم لحد ما تبقى بتعمله بصورة طبيعية. تمام، جربوا وهتشكروني.